قصتنا النهاردة بتتكلم عن كائنات فضائية بتستولي على الأرض وبتبدأ تحول الناس لعرايس بتتحكم فيها وبتسيطر على كل أجسامهم وبتتحكم في عقولهم بالكامل، ومفيش أي حاجة خالص بتتم بإرادة البشر. ومع الوقت الكوكب كله بيكون تحت سيطرة الكائنات الفضائية، وبنفهم إن الكائنات الفضائية فضلت لقرون طويلة تزرع المساجين بتوعها وتحبسهم في أجسام البشر، لدرجة إن البشر نفسهم ما بيكونوش حاسين بحاجة زي كده. وفي سنة 1380 بيكتشفوا إن في واحد من المخلوقات دي خرج من جسم واحدة ست واعتبروها لعنة، وكل ما حاولوا يقتلوها دايما كانوا بيفشلوا. وفجأة بيظهر حوالين الست درع ذهبي غريب بيحميها، ومفيش أي حد قادر يخترقها أو يأذيها بأي حاجة، وحتى السهام بتاعتهم ما كانتش بتأثر فيها خالص. وبتصمم الطائفة اللي موجودة في البلد إنها تدمر الوحش ده بأي تمن. وبعدها بكام دقيقة بتظهر مجسات وبتخرج من الكورة دي وبتبدأ تسحبهم واحد ورا التاني وتخلص عليهم. وفي نفس اللحظة دي بيظهر ضوء غريب جدا من السماء وبتقع منه عربية عليهم، وبيخرج من العربية روبوت صغير وبيبدأ يفحص جسم الست، وبيعرف انها خلاص بتموت دلوقتي. فبيبلغ الرئيس بتاعه بكل اللي بيحصل بالتفصيل، وساعتها القائد بيأمره يدور على السجين اللي هرب من جسم الست دي بأي طريقة. وبيسمع السجين كل اللي بيحصل بينهم، ومن كتر الخوف بيكون عارف ان ما عندوش اي حل تاني، فبيرجع لجسم الست في ثواني وبيقدر الروبوت يحدد مكانه وبيطمن انه دخل في جسم الست. وفجأة الست بتفضل تتحايل على الروبوت يحمي بنتها الصغيرة، والغريب ان الروبوت بيسمع كلامها وبيدخل الكوخ بتاعها وبياخد الطفلة الصغيرة قبل ما واحد من الطائفة يخلص عليها لانهم فاكرينها وحش زي امها. وبيزعل الروبوت جدا عليها وبيقنع شريكه انهم ياخدوا الطفلة الصغيرة معاهم، لكن بيرفض وبيقول له انهم مش لازم يفكروا زي البشر وما ينفعش ابدا يكون عندهم مشاعر. وبيركبوا العربية بتاعتهم وبيدخلوا في الفجوة الزمنية تاني بكل سهولة وبيهربوا من الكون كله. وبنعرف بعد كده انهم في سنة 2012 وبيكون الروبوت على شكل بشري، وبنفهم انه مسؤول عن سلامة المجرمين الفضائيين اللي محبوسين في اجسام البشر، ومطلوب منه يمسك اي حد بيحاول يهرب. وعلشان يتأكد من عدم هروبهم بيحبس كل واحد في زمن مختلف غير التاني، وبالطريقة دي مستحيل يقدروا يتقابلوا بسهولة، وطول الوقت لازم يتأكد ان مفيش اي واحد منهم هيقدر يهرب من كوكب الارض. وبيفضل واقف قدام حوض كبير من الازاز محبوس فيه بلورات صغيرة، وبيفكر في المرات السبعة اللي حاولت فيها الكائنات الفضائية انها تهرب من اجسام البشر وكل اللي عمله علشان يمنع حاجة زي كده. وفجأة بيسمع صوت طفل بيعيط بره، وبيتصدم لما بيعرف ان الروبوت الصغير خالف الاوامر وجاب الطفلة معاه من كوكب الارض لانها صعبت عليه، وكل مبرره انهم بالطريقة دي هيقدروا يفهموا طبيعة البشر اكتر ويعرفوا يتعاملوا معاهم كويس. وساعتها الحارس بيغضب جدا منه وبيضطر ياخد البنت معاه للبيت لانه بقى قدام الامر الواقع. بعدها بشوية القائد ساندر بيبلغوا ان القافلة الجديدة مش هتوصل للارض الا بعد 10 سنين و8 شهور، وعلشان كده لازم يفضلوا على الكوكب ده مش اقل من 11 سنة. وفي سنة 1391 بنشوف مملكة جوريا وشوية من القبيلة قاعدين قدام النهر وبيستمتعوا بمهارات الساحر اللي قدامهم، وبيأكد لهم ان مفيش اي حد اجمد منه وانه يقدر يعمل اي حاجة يتخيلوها، وبيحلف ان مفيش اي حاجة تقدر تأذيه خالص. وللأسف الست اللي قدامه بتصدقه وبتقرر تجرب بنفسها علشان تصدق، وبتمسك سكينة وبتضربه في رجله، والولد ما بيكونش قادر يستوعب انها عملت كده وبيحاول يمسك نفسه من كتر الألم. وفي اللحظة دي بيجي خادم شخص غني جدا وبيطلب منه المساعدة، وبيقول ان في شوية حرامية دخلوا البيت وسرقوا حاجات غالية جدا، والمطلوب منه انه يجيب الحرامية دول في اسرع وقت ممكن. فبيوافق الساحر طبعا مقابل الفلوس وبيجري بسرعة علشان يبدأ المهمة. وفعلا موروك بيقدر يحدد مكانهم بسهولة، وقبل ما يهجم عليهم بيلاقي قدامه 2 من البلطجية وبيضربوه وبيرموه لبعيد وبيحاولوا ياخدوا الحاجة لنفسهم. وفي اللحظة دي موروك بيستعيد قوته تاني وبيقف في وشهم وبيستخدم المروحة بتاعته وبيعمل سحر غريب جدا، وبيخرج قطتين من المروحة بتاعته وبيتحولوا لبشر وبيبدأوا يساعدوه في الحرب بتاعته وبيقبضوا على الحرامية وبيرموهم في السجن. وبالصدفة موروك بيشوف منشور متعلق على الحيطة وبيعرف ان في شخص مطلوب والمقابل فلوس كتيرة جدا لأي حد هيقدر يجيبه، وبيبدأ يفكر في الحوار لان الفلوس بتغريه خالص. ولما بيركز في الصورة بيعرف انها واحدة بنت، وبيبدأ يشوف رؤى غريبة جدا، وبيوصل لغابة فاضية وبيعرف ان البنت موجودة هناك وبيقرر يروح بنفسه علشان يتأكد. ولما بيسأل على الرسام اللي رسم الصورة دي بيعرف انه في نفس السجن اللي كان فيه من شوية وصعب انه يقابله، وعلشان كده بينتحل شخصية ابنه وبيتكلم مع الحراس علشان ياخد اذن بالدخول ويقابل ابوه. وبالفعل بيعمل مجهود كبير جدا علشان يقنع الحراس، وبيقول لهم ان امه ماتت وبيستعطفهم علشان يوافقوا، وبيستغل الفرصة دي وبيشتتهم وبيسرق المفتاح وبيدخل هناك بكل سهولة. وبيتصدم ان الشخص اللي عايز يقابله هو واحد من ال3 اللي لسه قابض عليهم، وطبعا الراجل بيكون غضبان جدا منه وبيرفض يتكلم ويقول له ولا معلومة، لحد ما مارك بيعرض عليه مفتاح الزنزانة مقابل انه يتكلم، وبيكتشف ان دي مش البنت الوحيدة اللي رسمها وانهم بيدوروا على اكتر من حد، وان في شهر اغسطس اللي فات 2 من الصيادين لقوا سكينة غريبة جدا في قلب النهر اللي موجود جنب الجبل الاصفر، واتصدموا ان السكينة جواها جوهرة
جوهرة غالية جدا، واخدوها للحداد علشان يفصل بينهم ويقدروا يبيعوا الجوهرة ويستفيدوا بيها. والغريب ان الحداد حاول اكتر من مرة ولكن ما كانش عارف يفصلهم ابدا، لحد ما حصلت كارثة كبيرة والسكينة طارت فجأة وقتلت واحد من الناس اللي واقفة، وده كان واحد من الاتنين اللي لقوا السكينة في النهر. والاغرب ان الراجل ما ماتش، لا وكمان كان عنده عجز في رجله الشمال ومش بيقدر يمشي عليها كويس، بس فجأة لقى نفسه اتحسن وبقى بيقدر يتحرك كويس جدا. وبكده فهموا ان دي مش مجرد سكينة عادية وانها اكيد مش من كوكب الارض. ودلوقتي السكينة موجودة مع معلم مشهور جدا اسمه تشانج، وده يعتبر قائد الجبل الاصفر والكل بيرجع له في اي حاجة. واول ما موروك بيعرف كل التفاصيل دي بيفرح جدا وبيقدم للراجل طبق شوربة وبيديله كمان المفتاح اللي سرقه، وبيستنى الوقت المناسب وبيهرب من السجن تاني من غير ما حد يشوف. وبيبدأ طول الطريق يفكر هيتصرف ازاي، وبيتكلم مع اصحابه المساعدين بتوعه، ولما بيستفزهم في الكلام بيبدأوا يتريقوا عليه ويقللوا منه لان في حاجات جوه المروحة لسه مش قادر يستخدمها ويستفيد بيها. وعلشان يثبت لهم العكس بيطلع المروحة وبيحاول يطلع السلاح اللي جواها ولكن للأسف بيفشل. ولما بيتريقوا عليه مرة تانية بيهددهم انه يخفيهم جوه المروحة وما يطلعهمش تاني ابدا. وطبعا هم بيخافوا على مستقبلهم وبيهدوا الدنيا معاه، وبيقنعوه يقعد شوية يستريح ويشرب حاجة قبل ما يكمل رحلته. وبالصدفة هم بيتكلموا مع صاحب المحل موروك بياخد باله من راجل غريب قاعد قريب منهم ولابس طقم مش عادي وبيشك فيه جدا، ولكن للأسف ما بيلحقوش. وبعد فترة بيوصلوا المكان المعلم تشانج وبيسألوا عليه، وبيستغربوا ان كل اللي موجودين جوه بيتعاملوا معاهم بقلة ذوق، لدرجة ان موروك بيغضب جدا وبيبدأ يتعامل معاهم بكل عنف. وقبل ما يوريهم قوته بيكتشف ان المعلم تشانج واقف قدامه وبيقدر يشل حركته في ثواني وبيسيبه وبيمشي، وبيروح على الأوضة بتاعته في الدور الثاني. وهناك بيلاقي نفس الراجل الغريب قاعد مستنيه وبيطلب منه ياخد السكينة، وبيأكد له انها خاصة بالشعب بتاعه وانه جاي مخصوص علشان ياخدها. وفي نفس اللحظة مساعدين موروك بيساعدوه علشان يقف على رجله مرة تانية، وبيضطروا يهربوا بسرعة من المكان قبل ما حد يمسكهم. وبيصمم موروك انه يتكلم مع المعلم للمرة التانية وبيطلع له للدور التاني، وفجأة بيلاقي جثة بتترمي من أوضة المعلم، وبيتصدم لما بيشوف المعلم كونج بيتخانق مع نفس الشخص اللي هو شافه في السوق. وفي اللحظة دي المعلم بيرمي السكينة من الشباك لما بيحس بالخطر، وبياخدها شخص غريب وبيوصل موروك في اللحظة الأخيرة. بس للأسف المعلم بتكون حالته وحشة قوي وبيطلع في الروح، وبينصح موروك قبل ما يموت ما يتدخلش في الحوار ده. وفجأة موروك بيسمع صوت المساعدين بيصرخوا تحت وبيجري علشان يساعدهم، وبيعرف منهم ان في شخص اخد السكينة وهرب، فبيجري بسرعة علشان يلحقه وبيطردوا من مكان للتاني. وما بيكونش عارف ان في حد تالت بيجري وراهم وهو كمان عايز السكينة. وقبل ما يمسك الراجل بيشوف مجسات غريبة طالعة من جسم الشخص الغامض اللي قدامه، فبيضطر يستخدم السحر بتاعه وبيضرب الراجل بقوة لحد ما بيقع بعيد عنهم. وقبل ما يستريح الراجل بيفوق تاني وبيهجم عليه بنفس الطريقة، وبتحصل حرب كبيرة بينهم. وبيصمم موروك يحمي الراجل اللي معاه السكينة لان الشخص الغامض كان عايز يخلص عليه، وللأسف بيكون اقوى منه بكتير وموروك مش بيقدر عليه خالص وبيخسر في الاخر وبيغمى عليه. وبيفضل كام ساعة على الوضع ده لحد ما المساعدين بيلاقوه وبيعرف اللي حصل. وفي اللحظة دي بيشوفوا ضوء احمر غريب جاي من بعيد، وبيفضلوا ماشيين في الاتجاه بتاع الضوء وبيعرفوا ان المصدر بتاعه جاي من المية، ومحدش بيكون فاهم الضوء ده سببه ايه بالظبط. بعد كده بنروح لسنة 2022 والمدرسة بتستدعي ولي امر علشان يتكلموا معاه بسبب سلوك بنته الغريب، وبتأكد المديرة للأب ان بنته بتقول كلام غريب جدا ومصممة انها مخطوفة من وهي طفلة، وان باباها مش انسان عادي لانه روبوت. ولما بتطلع الموبايل علشان توري لهم فيديو مصوراه دليل على كلامها بتكتشف ان الفيديو اتمسح. والغريب ان الراجل ما بيعملش اي رد فعل على كلام بنته وبيتصرف عادي جدا. واول ما بيطلع من المدرسة بيأمر ساندر انه يمسح كل الفيديوهات اللي موجودة على موبايل البنت. وفي اللحظة دي بتتعرف عليه مامة صاحبة بنته يون، وبتقول له ان اسمها مينج وباين انها معجبة بيه وبتحاول تقرب منه، بس طبعا هو مش بيتأثر بيها خالص وبيحاول يبعد عنها بأي طريقة. واول ما بنته بتركب العربية بتتخانق معاه وبتقول له انها لازم تكشف الحقيقة، وبتستخدم يون موبايل تاني وبتفتح التسجيل وبتخبيه علشان تسجل كل اللي بيتقال، وبتسيب الموبايل في العربية وبتنزل وبتودع ساندر على اساس انه العربية بما انه بيقدر يتشكل في اي حاجة هو عايزها ومتعودة تتكلم معاه من وهي طفلة صغيرة. وفي اللحظة دي الروبوت بيتخانق مع ساندر وبيلومه لانه السبب في كل اللي بيحصل، وما بيكونش عارف ان كل كلامهم ده متسجل وان يون كمان سمعاه. وبتتصدم لما بتعرف ان في سفينة هتوصل خلال 18 ساعة وعليها 107 سجين لكوكب الارض. وكالعادة الساعة 9 بالليل بالظبط النور كله بيقطع في البيت وباباها بيختفي زي كل يوم. وبتستغل يون الفرصة وبتجري على العربية علشان تاخد الموبايل، وبالصدفة بتدوس على حاجة وبيظهر قدامها ضوء عالي جدا، وبيحس ساندر انها ممكن تكون في خطر وبيضطر يظهر قدامها علشان يساعدها. وهي بتفرح بيه جدا وبتبدأ تتكلم معاه وبتطلب منه يسليها شوية، والكلام بياخدهم وبيبدأ يشرح لها انهم مش من كوكب الارض، وبيوريها الكوكب بتاعهم في صورة ثلاثية الابعاد. وبتفضل يون تضغط عليه وتستدرجه علشان تعرف مكان هبوط السفينة بالظبط. وبعدها على
على طول بيعرف انه ارتكب غلط كبير وبيبلغ الحارس علشان ياخد باله، وبتتصدم يون لما بتعرف منه انها مش من الزمن ده اصلا وانها جايه من الماضي. وتاني يوم الصبح بتروح على المستشفى اللي هيحصل فيها الهبوط، وبتصمم تصور كل حاجه بالتفصيل علشان يكون معاها دليل. وفي نفس الوقت الحارس بيوصل هو كمان وبيستنى هبوط السفينه وبيستعد علشان ينقل السجناء اللي عليها ويحطهم في اجسام بشريه. وفجاه بينزل مجسم صغير من السفينه اللي مستخبيه بين السحاب، وبتبدا تتحول لشرنقه ذهبيه كبيره جدا قدام كل اللي موجودين. وفي خلال كام ثانيه الشرنقه بتتفتح وبتبدا عمليه التحويل، وبتستحوذ على كل الاشخاص اللي موجودين حواليها. وللاسف المستشفى بتتقلب لفوضى ومحدش بيقدر يهرب من مصيره، وعمليه التحويل ما بتاخدش وقت كبير، وفي وقت قصير جدا بيسيطروا على الاجسام البشريه اللي قدامهم. وبتصور يون كل اللي بيحصل بالموبايل بتاعها وبتجري من مكان للتاني وبتستخبى علشان تحمي نفسها، وبتهرب بسرعه اول ما بتشوف باباها بيقرب عليها. وبعد ما عمليه التحويل بتخلص الشرنقه بتختفي تاني ولا كأن في اي حاجه حصلت، ومحدش بيفتكر حاجه من اللي حصلت حواليه، وكل واحد بيرجع لحياته الطبيعيه. وبتنتهي مهمه السفينه وبتمشي من على كوكب الارض. وفي سنه 1931 بيوصل 2 من السحرة لمكان اسمه براستري، وبيصمموا يشوفوا جثه المعلم تشونج بنفسهم، وبيزعلوا عليه جدا وبيزعلوا اكتر لما بيلاقوا السكينه مفقوده لانهم كانوا بيدوروا عليها. وساعتها بيبداوا يدوروا على اي دليل تاني، ولما بيشوفوا الحيطه مخرومه بيكونوا متاكدين ان في شخص من كوكب تاني كان موجود في المكان لان عنده مجسات واللي في الحيطه دي الاثار بتاعتها. وبيقرروا يقلبوا عليه الدنيا لحد ما يعرفوا مكانه. فبيسبقهم مورك بخطوه وبيوصل للبيت اللي الراجل كان عايش فيه، ولما بيفتش المكان بيشوف رساله من رئيس المعبد السري بيتكلم فيها عن السكينه السحريه، وبيشوف رسومات غريبه جدا على الحيطه لنفس الكائن اللي كان طالع منه ضوء احمر غريب من قلب الميه. وبيوصل السحرة لمكان المعبد السري وبيتكلموا مع زعيمهم جعجع وبيشرحوا له كل اللي حصل بالتفصيل، وبيعرضوا له شويه من السحر بتاعهم علشان يثق فيهم مره تانية. وكل واحد منهم بيقدر يعمل حاجات مختلفه عن التاني وعندهم مهارات عاليه جدا. وبالرغم من كل ده جعجع ما بيقتنعش بيهم وبيرفض يتعاون معاهم. واول ما بيسمع انهم بيدوروا على السكينه بيقبل يشاركهم وبيقول لهم على مكان السكينه، وبيتفق معاهم لو قدروا يجيبوها لحد عنده هتكون ليهم مكافاه كبيره جدا. وطبعا هما الاتنين بيتبسطوا جدا وبيروحوا في ثواني ينفذوا المهمه بتاعتهم. وفي نفس الوقت مورك بيعرف ان المكان اللي فيه السكينه هيتعمل فيه فرح كبير خالص، وبيقدر يقبض على العريس وبياخد لبس وشنبه وبيدخل بداله الفرح. وبيضطر يكمل كل مراسم الجواز وبيدخل مع العروسه وبيقعدوا لوحدهم. واول ما بيشوف شكلها بيحس انها مألوفه جدا بالنسبه له، وبيتصدم من السلاح الغريب اللي معاها وبيكون متاكد انه جاي من المستقبل. وبيفهم ان في حاجه غلط بتحصل والمساعدين بتوعه بيقفوا بره يراقبوا الطريق. وبيستنى مورك الوقت المناسب وبيشتت العروسه وبيقوم يدور على السكينه. وفجاه وهو بيدور بيحس انه دايخ ومش قادر يقف على رجله، وبيسمع صوت بيقرب عليه وبيستخبى. وبيتصدم ان العروسه كمان بتدور على حاجه في نفس الاوضه. وقبل ما يواجهها بيسمعوا هما الاتنين صوت دوشه كبيره بره، وده لان السحره ورجاله جعجع وصلوا للمكان وبداوا يستخدموا سحرهم ويدمروا اي حد بيقف قدامهم. والصدمه الكبيره ان العروسه مخطوفه زي العريس بالظبط، وان اللي جوه دي واحده منتحله شخصيتها وهي كمان بتدور على السكينه، وكانت حاطه مخدر لمورك في الشاي علشان تتخلص منه. وبتسيبه مرمي في الارض وبتخرج علشان تواجه السحره، وبتخلص على رجالتهم واحد ورا التاني بكل سهوله. واول ما بيجي الدور عليهم وبيشوفوا السلاح الغريب اللي معاها بيتاكدوا انها اقوى منهم، وبيختفوا في ثواني بسحرهم. وبما ان حاسه السمع عندها قويه بتقدر تحدد مكانهم بكل سهوله، وبتنتش منهم السكينه وبتتصاب الساحره في دراعها. وبتقدر البنت تاخد السلاح وتهرب بسرعه. وقبل ما تخرج من القصر واحد من الحراس بيضربها وبيغمى عليها، وبياخدها للمعبد السري علشان جعجع يتصرف معاها بنفسه. وبيدخل مساعدين مورك بسرعه وبيضطروا يشيلوه على ظهرهم علشان يهربوا بيه. وبالصدفه بياخد باله من السلاح الغريب اللي شافه مع البنت مرمي على الارض، فبيطلب منهم ياخدوه معاهم لانه محتاجه. وفي سنه 2022 يون بتهرب من المستشفى وبتروح لبيت صاحبتها وبتوري لها كمان الفيديو اللي معاها. وبالصدفه مامتها بتسمع كل اللي بيتقال وبتتصدم. وفي نفس اللحظه باباها بيوصل ومش بيكون عارف ينزل يتكلم في ايه لانه ما بيعرفش يتعامل مع البشر كويس. وبيقرر ساندر يساعده وبيعمل نسخه شبهه بالظبط، وبيطلب منه يختار افضل نسخه تقدر تتعامل مع الموقف ده. وفعلا بيختار صح، والست بتتاثر جدا بيه وبتنجذب ليه اكتر وبتديله البنت في الاخر. ولما بيرجعوا للبيت بنته بتضغط عليه جدا وبيضطر يشرح لها كل اللي بيحصل، وبيقول لها ان الكوكب بتاعه بيحتفظ بالمسجونين الفضائيين على الارض وبيدخلهم في اجسام البشر، وده لانهم تعبوا من كتر المجرمين وما كانوش عايزين يدخلوا فيه اي حد معاهم. وهي دي بقى كانت الوسيله الافضل بالنسبه لهم، وبيعملوا كده من سنين طويله جدا علشان يحافظوا على الكوكب بتاعهم. وبيشرح لها المشاكل الكتير اللي مروا بيها على مدار السنين دي كلها، وان هو المسؤول عنها ولازم يحلها باي طريقه مهما كان الثمن، وان اي حد من المسجونين بيحاول يهرب لازم يتعاقب، وافضل طريقه ليه انه يموت في الغلاف الجوي الخاص بالارض. وبيوريها الاوضه المخفيه بتاعته وكل اللي محتفظ بيه جوه،
هو. وفي اللحظة دي البنت بتتصدم جدا وبتزعل على البشر لانهم دخلوا في حرب ملهمش اي علاقة بيها، وبتلوموا لانه بالطريقة دي بيأذي البشر وبيمسح كل ذكرياتهم غصب عنهم. ولما بتجيب سيرة حياتها وبتضغط عليه علشان يحكي لها هي منين بيرفض يتكلم وبيسيبها وبيمشي. وفي نص الليل يون بتقوم من سريرها وبتقرر تنام في العربية وتتكلم مع ساندر، وبتتحايل عليه يحكي لها عن الماضي بتاعها. بعدها بنشوف ضابط قاعد في مكانه وبتجيله إخبارية على اللاسلكي بتاعه عن حرامي هرب، فبيجري يدور عليه بسرعة. ولما بيوصل لمركز الشرطة بيبدأ يحس إن في حاجة غريبة بتحصل في جسمه، وإن حاسة السمع بتاعته بقت قوية جدا، وبيقدر يسمع المحادثة بين الحرامي والمحامي بتاعه، وبيعرف إنهم تجار مخدرات، وبيحدد مكان البضاعة وبيروح يتأكد بنفسه، وهناك بيخلص على الاتنين بكل وحشية. وفي نفس اللحظة دي بتقرب سفينة فضائية من كوكب الأرض وبتدور على واحد من المساجين بتوعها، وأول ما ساندر بيعرف اللي حصل بيبلغ الحارس بكل التفاصيل علشان يتصرف. وفجأة الضابط مان بيفوق وبيلاقي نفسه مليان بالدم ومرمي في الحمام، وبيتصدم لما بيسمع من زمايله إنه قتل أكتر من شخص بكل وحشية، وإنه دلوقتي موقوف عن العمل. وبعد كام دقيقة بتتكون سحب سودة فوق المدينة كلها، والناس كلهم بيفضلوا واقفين مصدومين من المنظر. وبيعرف الحارس إن الوضع خرج عن السيطرة وبيروح بسرعة علشان يتصرف، وبيطلب من مون تنزل من العربية، بس هي بتصمم وبتتحايل عليه تشوفه وهو بيشتغل بما إنه خلاص بقى باباها وعارفة عنه كل حاجة. وبيضطر في الآخر يوافق وبيتحول لشكله الفضائي، والعربية كمان بتتحول لمركبة فضائية، وبتروح الشرطة تقبض على الضابط لأنه هرب. وفي اللحظة دي بيظهر فوقهم مركبة فضائية ضخمة جدا، وبيتصدم الضابط لما بيلاقي قدامه كائن فضائي شكله غريب وبيقرب عليه. وبيوصل الحارس في الوقت ده وبيسحب كل الأسلحة اللي موجودة مع الشرطة، وبيدخل للمبنى علشان يمسك الكائن الفضائي، وبتحصل حرب كبيرة جدا بينهم هما الاتنين، والمبنى كله بيتدمر وبينهار بسببهم. وبيستغل مون الفرصة وبيهرب بسرعة وبيسرق عربية الشرطة من غير ما حد ياخد باله. وفي لحظة الكائن الفضائي بيقدر يتغلب على الحارس وبيضربه بقوة لحد ما بيقع، وبيرجع للسفينة بتاعته وبيبدأ يطارد مون من مكان للتاني. وبيحاول ساندر يساعد الحارس بأي طريقة لحد ما بيرجع لوعيه تاني وبيشرح له كل اللي حصل. وبنكتشف إن رئيس المسجونين هو اللي هربان، وعلشان كده الدنيا مقلوبة وعايزين يوصلوا له بأي طريقة. وبيفضل مون يتنقل من مكان للتاني لحد ما بيوصل لموقف عربيات تحت الأرض، وبيركن على جنب كده وبيفكر إنه بقى في أمان. وقبل ما يستريح بيسمع صوت السفينة الفضائية بتقرب عليه وبتطلب منه يسلم نفسه، وبيضطر يكمل في طريقه تاني والسفينة ماشية وراه وبتدمر في البلد كلها. وللأسف الحارس هو كمان بيطاردهم والوضع بيخرج عن السيطرة والفوضى بتملى البلد كلها. وبيحاول الحارس يلاقي أي نقطة ضعف ليهم علشان يتمكن منهم، وفي الآخر بيقرر يسحبهم لمكان بره المدينة علشان يحمي المدنيين ويقدر يحاربهم كويس. وبيستهدف القلب الأحمر بتاع السفينة، وفي الآخر بينجح إنه يدمر السفينة الفضائية بتاعة العدو وبتتكسر كلها القطع وبتقع في المية. وبيحاول الحارس يوصل لمون قبل فوات الأوان، وطبعا مون من كتر الخوف بيسوق العربية بسرعة كبيرة وبيأذي ناس كتيرة جدا لحد ما بيخبط في العربية اللي قدامه. وقبل ما يهرب من العربية الكائن الفضائي بيوصل له وبيصمم إنه ياخد السجين اللي جواه بالعافية ويهرب بيه، وبالرغم من كل اللي بيحصل بينجح إنه يعمل ده. والراجل بيرجع لوعيه تاني وبيفتكر كل اللي حصل. ولما الحارس بيوصل وبيحاول يمنعه بتحصل معركة شرسة بينهم، وبيضطر ينشط نظام التدمير الذاتي للسفينة، وبيهرب الكائن الفضائي ومعاه السجين وبيتعب الحارس وبيغمى عليه. وبيوصل ساندر في الوقت ده وبيحاول ينقذه بأي شكل، وبيكتشف ساندر إن الطاقة اللي معاه مش مكفية وإنهم في مشكلة كبيرة. وبما إن الحارس مش قادر يتحرك بيطلب من ساندر إنه يروح يشوف إيه اللي بيحصل بالظبط. وفي نفس الوقت السجين بيبدأ يتحرك براحته بشكله الحقيقي وبيدمر أي حاجة بتقف قدامه، وبيقرر يركب السفينة ويهرب بيها مع الكائن الفضائي اللي جاي علشان ينقذه. وبيتصدم ساندر من اللي بيشوفه لأنه بيكتشف إن السفينة الفضائية دي فيها عدد كبير جدا من الكرات الحمراء اللي تقدر في لحظة واحدة تدمر البشرية كلها. وبيروح بسرعة يحكي للحارس علشان يتصرف ويلاقي حل للكارثة اللي ممكن تحصل. وبيستعد الحارس قوته بالعافية وبيقف على رجله تاني وبيوصل للسفينة وبيدخل في حرب مع السجين وبيطردوا من السفينة بالعافية. وللأسف بتخرج 2 من الكرات الحمراء من السفينة وبتقع على الأرض، وبيجري ساندر وراهم وبيحاول يرجعهم بأي طريقة قبل ما يأذوا أي حد. وللأسف الكائن الفضائي بيوصل لهم الأول وبيفجرهم، وبيموت بسببهم عدد كبير جدا من الناس اللي موجودين في نفس المنطقة. وبيهرب الباقي من المنظر البشع اللي قدامهم وبيحاولوا يحموا نفسهم من الموت، ومن ضمنهم مامة البنت اللي كانت بتحاول تتقرب من الحارس وبينقذ حياتها على آخر لحظة. بعد كده الحارس بيصمم ياخد السفينة دي بعيد عن الأرض ويختفي بيها بأي طريقة علشان يحمي الناس من شرها. وأول ما البنت بتفوق وبترجع لوعيها بتفتكر كل اللي حصل معاهم والجثث اللي كانت حواليها في كل مكان. وفي نفس اللحظة في العالم القديم البنت بتفوق وبتلاقي زعيم المعبد السري واقف قدامها وبيفكرها إنهم جم هنا من 10 سنين مع بعض وإنهم محتاجين مركبة فضائية والسكينة اللي فيها الشفرة علشان يخرجوا من هنا بأي شكل. وبتحاول البنت تحمي نفسها منه وبتهجم عليه بسلاحها، وبتكتشف في الآخر إنها مسجونة لوحدها وكل اللي قدامها ده وهم
وسحر. وفي نفس الوقت جاجا بيقعد مع الشخص الغامض وبنفهم من كلامهم انهم محبوسين في الزمن ده ومش قادرين يخرجوا منه بسبب الشفرة المفقودة، وهي الامل الوحيد بالنسبة لهم ولازم يلاقوها باي طريقة والا هيفضلوا في الزمن ده ومش هيخرجوا منه ابدا. وبيحاولوا يلاقوا طريقة يتحركوا بيها مع بعض ويتعاونوا علشان يخرجوا من الحوار ده، وبيتفقوا محدش فيهم يخون التاني ابدا. وفي نفس الوقت موروك بيشوف رؤية جديدة وبيتأثر جدا بيها وبيفضل يفكر فيها طول الوقت، وبيصمم انه يلاقي السكينة باي طريقة، وبيخطط ازاي يدخل المعبد السري من غير ما حد يشوفه، وبيستغل الوقت المناسب وبيهجم هو والمساعدين بتوعه على الحراس وبيخلصوا عليهم، وبيلبسوا بعد كده الزي بتاعهم، وبيضطروا يساعدوا الساحرة علشان تعالج الجرح بتاعها بما انهم الحراس علشان محدش يكشفهم. وفي نفس الوقت واحد من الحراس الحقيقيين بيسلم رسالة لجاجا وبيكتشف ان في سفينة فضائية لسه واصلة حالا، وبيلاقي الشفرة طالع منها ضوء غريب وباين انها اتفاعلت مع وجود السحرة، وبيفرح جدا وبيطلب منهم يفضلوا معاه. وبيخرج موروك واصحابه وبيبداوا يتجسسوا عليهم من بره ويفكروا ازاي هيسرقوا الشفرة ويهربوا. وفجأة واحد من الحراس الحقيقيين بيطلب من موروك يودي الاكلة للسجينة اللي جوه، وبيكتشف انها نفس البنت اللي كان معاها السلاح، وهي بتعرفه اول ما بتشوفه من ورا القناع، وبتستغرب هو ليه بيدور هو كمان على الشفرة، وبتحاول تعرف هو عايز منها ايه بالظبط. والغريب كان رده عليها لان هو نفسه مش عارف السبب، وانه بيشوف اوهام ورؤى غريبة بقاله فترة والشفرة دي بتظهر له فيها، وبيسألها عن السلاح الغريب بتاعها وبيكون منبهر بيه لانه جاي من المستقبل، وبيحاول يسلمها السلاح علشان يساعدها وبيهرب بسرعة. وللاسف البنت بتحس انها تعبانة فجأة وبتعرف ان الاكل كان فيه سم، وفي نفس الوقت السحرة الاتنين بيتسمموا برضه وبيحسوا انهم تعبانين جدا، وبيحاولوا يستخدموا سحرهم علشان ينقذوا حياتهم من الموت. وبيستنى موروك الوقت المناسب وبيهجم عليهم وبيصعبوا عليه جدا، وبيسلمهم الترياق علشان يساعدهم، وبيدخل في حرب كبيرة مع الحراس وبيحاول يخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيكتشف ان البنت كمان اتسممت وبيحاول يروح ينقذها بسرعة قبل ما تموت. وطبعا من كتر الدوشة جاجا بيصحى من النوم وبيلاقي المكان كله فوضى، فبيحاول يسيطر على الوضع ده بأي طريقة، وبيضطر موروك يهرب بسرعة هو والمساعدين بتوعه قبل ما جاجا يقبض عليه. وبعد ما بيخرج من المعبد وبيكون في امان بيقرر يرجع تاني علشان ينقذ البنت، وبيجري عليها بسرعة وبيحط الترياق في بقها، وللأسف ما بيلحقش يهرب تاني وبيجي الراجل الغريب وبيقتله بالمخالب بتاعته، وبيقرر يرمي جثته في المية ويدفن البنت. وفي اللحظة دي بتتكلم يون مع ساندر وبيشرح لها أكتر عن الشفرة وطريقة استخدامها، وإنهم يقدروا ينقذوا بيها المسجونين اللي موجودين في أي مكان وزمان وهم موجودين في مكانهم. فبتتحايل عليه إنهم يعملوا كده لأنها حابة تستخدمه وتساعد بيه الناس، لكن هو بيرفض وبيشوف إن ده بيخالف القوانين. وللأسف الأوان بيكون فات وهما الاتنين بيموتوا، وبتترمي جثة موروك في البحر وبتخرج الكائنات الفضائية من أجسامهم وبيظهروا بشكلهم الحقيقي وبيبدأوا يتحركوا بقى في كل مكان. وفجأة يون ما بتقدرش تمسك نفسها وبتقرب من الشفرة وبتشوفها بإيديها، وبتشوف رؤى غريبة جدا لنفسها في المستقبل وشكلها بيكون غريب خالص، وبتتأثر نفسيا جدا وبتجري على أوضتها علشان تستريح. وأول ما الحارس بيعرف اللي حصل بيروح يطمن عليها وبيشرح لها إنه لازم ياخد السفينة والمسجونين للفضاء. والأول مرة بيتكلم عن أمها وبيشرح لها كل اللي حصل بالتفصيل، وبيقول إن جسم أمها في واحد من المساجين وللأسف حاول يهرب وبسببه اتصابت بجروح خطيرة وماتت بطريقة بشعة جدا، وقبل ما تموت وصتهم عليها وعلشان كده أخدوها معاهم وربوها من ساعتها. وأول ما بتسمع اللي حصل ده بتتصدم وقلبها بيتكسر وبتروح تلم حاجتها وبتقرر إنها لازم تمشي، وبتسيب له صورتها معاه على الترابيزة علشان يفضل فاكرها طول الوقت. وبتطلب من ساندر ياخدها لبيت صاحبتها لأنها ما عندهاش مكان تاني تروح عليه، وللأسف ما بتكونش عارفة الحقيقة وإنه متعمد يقول لها كده علشان يبعدها عنه، وده لأن جسمه ما بقاش قوي زي الأول ومضطر يكمل الحرب للآخر حتى لو هيموت. وبيستنى أول ما بتبعد بالعربية وبيرجع لشكله الحقيقي تاني وبيستعد للمهمة الأخيرة بتاعته، وبتوصل عربية مليانة بالمساجين الهربانين، فبيستنى الوقت المناسب وبيخطط أول ما يطلعوا للسفينة ياخدهم ويهرب بيهم بعيد عن البشر. وبيضطر ساندر يحكي الحقيقة ليون، وطبعا لما بتعرف بتتصدم وبتزعل على باباها جدا وبتتحايل عليه يرجعها بسرعة، وبتكون مصممة من جواها إنها تقدر تساعد أبوها. وبيتأثر ساندر بكلامها وبيوافق إنه يساعدها، وبيرجع بيها لهناك بسرعة، وبيمسك ساندر الشفرة أول ما الحارس بيرميها علشان يحطها في قلب المفاعل في الوقت المناسب. وللأسف المتحولين بيكونوا حواليه من كل اتجاه وبيخطفوا الشفرة منه، وبتفكر يون في طريقة تحمي باباها منهم، وعلشان كده بتخطط تاخدهم كلهم للماضي وترجع بسرعة للحاضر بعد ما تتخلص منهم، وبتجري بسرعة علشان تمسك الشفرة وتنفذ خطتها. وبيشوفها واحد من المساجين وبيجري وراها، وبتتفتح البوابة في الوقت المناسب وبيستغل ساندر الفرصة وبياخدها هي والحارس، وبيحاولوا يدخلوا من البوابة بأقصى سرعة ممكنة، وبيطاردهم المساجين من كل اتجاه. وفي نفس الوقت السحرة بيفتشوا أوضة جاجا وبيتصدموا لما بيلاقوا أساميهم متعلقة على الحيطة وفي مخطوطة غريبة مرمية في النار. والغريب إنهم بيلاقوا في المخطوطة دي أحداث كتيرة جدا حصلت من 10 سنين فاتت، وبيبدأوا بقى يفتكروا كل اللي حصل
حصل. وبنشوف من 10 سنين هم والمعلم يونغ واقفين على قمة جبل وبيشوفوا حاجة غريبة جدا بتقع من السماء، وبتظهر قدامهم عربية وبتنزل في اتجاه الأرض، والولد اللي واقف جنبهم بيكون مصدوم من اللي شايفه ومش قادر يستوعب أي حاجة. وبيقرروا هم التلاتة يروحوا ورا العربية علشان يفهموا ايه اللي بيحصل. وفجأة العربية بتعمل حادثة وبتقع على حافة التل، وللأسف الحارس بيتصاب إصابات شديدة جدا وما بيكونش قادر يتحرك من مكانه. ولما بيلاقوا واحد من المساجين قدامهم بيقرر الحارس يضحي بنفسه علشان يحمي بنته مهما كان الثمن، وبينزل علشان يقف قدامه ويحاربه. وبتفضل بنته تصرخ وتتحايل عليه يرجع لأنها خايفة عليه جدا. وللأسف السجين بيقطع جسمه قدام عينيها بكل وحشية، وبما إنها مش قادرة تتقبل اللي حصل بتقرر تنتقم من السجين، وبتمسك السلاح وبتضربه بيه بسرعة. وبيشكرها باباها على كل اللي حاولت تعمله، وبيقول لها إنه بيحبها جدا وإنه شايف المستقبل بنفسه وإنها هتعيش حياة جميلة خالص، وبيحاول يحميها لآخر نفس فيه. وبيقفل باب العربية علشان يمنع السجين إنه يوصل لها، ومش بيكون قادر يتصرف وبيضطر يرمي العربية في المية علشان يبعدها عنه. وللأسف كل حاجة بتنتهي والبوابة بتتقفل، وبتحاول يون تنقذ نفسها من الموت وتدور على الشفرة اللي وقعت منها، ومن كتر التعب بتضطر تستسلم وبتسيب نفسها للغرق. وفي نفس اللحظة السجين بيعرف إن جسمه المضيف بدأ يموت وكان لازم يدور على أي جسم تاني. وفي نفس اللحظة الولد الصغير بيقدر ينقذ يون من المية وبيقرر يساعدها علشان يدوروا على السكينة. ولما بتنزل المية تاني مش بتلاقي غير شنطة الظهر بتاعة الولد الصغير. وفي اللحظة دي مورك بيرجع للحياة تاني وبيطلع لسه عايش، وأول ما بتشوفه وبتشوف الشنطة اللي معاه بتفتكر كل حاجة وبتعرف إنه يبقى الولد الصغير اللي بيساعدها، وبتفضل تبص لنفسها وتعيط على كل اللي حصل. وفي نفس الوقت على السطح الولد الصغير بيحاول يساعدها على قد ما يقدر، وبترجع هي نفسها للحياة تاني في نفس اللحظة اللي كانوا بيستعدوا علشان يدفنوها. وبتستخدم السلاح بتاعها وبتضرب الحراس اللي قدامها وبتجري بسرعة، وبتحاول تدور على مكان الشفرة لحد ما بتقابل نفس الشخص اللي قتل أبوها، وبتفضل تضربه بالنار هو وجاجا لحد ما الشفرة بتقع منهم في الأرض. وبتستنى الوقت المناسب وبتاخد الشفرة وبتهرب بسرعة. وفي نفس الوقت السحرة بيكونوا عرفوا كل حاجة وبيستخدموا سحرهم علشان يأثروا على جاجا وبيحبسوه جوه جردل. وبيبدأ السجين يتحول لشكله الحقيقي ويطارد يون في كل مكان علشان ياخد الشفرة بأي طريقة. وبتستخدم يون كل قوتها علشان تتخلص منه لحد ما مارك بيوصل وبيستخدم سحره بيساعدها. والأول مرة بيقدر يطلع السلاح بتاعه من المروحة وبيضرب السجين بيه، والشفرة بتتحبس جوه طاقة غريبة مع واحد من المتحولين. وبتحاول يون تخترق الطاقة دي علشان تاخدها وقوتها ما بتكونش كافية لده، وبتحس كده إنها وصلت لحيطة سد. وقبل ما تستسلم الساحرة بتوصل وبتقرر إنها تساعدها، وبتقف في وش الوحش بنفسها وبتستخدم سحرها عليه، وللأسف بيكون أقوى منها بكتير وبيتخلص منها بضربة واحدة لحد ما مارك بيقف على رجله تاني وبيستخدم السيف بتاعه وبيكسر سلاح المتحول بكل سهولة. وبما إن الساحرة مش قادرة تتحرك من مكانها بتشرح ليون اللي المفروض تعمله بالظبط، وفعلا بتنجح وبتكسر الهالة بتاعة الطاقة وبتتكسر قدام عينيهم. وقبل ما يمسكوا الشفرة جاجا بيخرج من حبسه تاني وبيبدأ يتحول قدامهم لشكله الحقيقي وبيكون مرعب جدا، وكلهم واقفين مصدومين ومش قادرين يتحركوا من مكانهم. وبتستغل يون الفرصة وبتاخد الشفرة وبتقرر تهرب بسرعة بالقارب على أمل يعني إن الضباب يغطي عليها ومحدش يعرف يوصل لها. وأول ما جاجا بيستعد علشان يوصل لها بتهرب بسرعة وبتختفي من القارب تماما. وفي نفس الوقت مارك بيقضي على الشخص الغامض، وقبل ما يموت بيقول له كلام غريب جدا، وبيبدأ في اللحظة دي يفتكر حاجات قديمة وازاي اتعرف هو والبنت على بعض من وهم صغيرين وكان بيحاول يساعدها. والصدمة الكبيرة إن السجين كان في اللحظة دي بيدور على جسم تاني يستخبى فيه، واستنى الوقت المناسب ودخل في جسم مارك من وهو طفل. وكل ده مارك ما كانش يعرف أي حاجة ولا حاسس بأي حاجة خالص. وبيقف السحرة في المعبد يتفرجوا على كل اللي بيحصل من بعيد، وبيفتكروا إنهم كانوا 5 أشخاص مش 4 زي ما هم معتقدين، وإن الشخص الخامس ده يبقى مارك. وللأسف كان مطلوب منهم يخلصوا عليه علشان يعيشوا في أمان. وفي الوقت اللي هم كانوا داخلين فيه من بوابة الزمن ما بياخدوش بالهم إن في حد بيراقبهم من بعيد وبيشوف كل اللي بيحصل، وإن كل الكرات الحمراء اللي كانت موجودة على السفينة هتقع على الأرض. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.